السلام عليكم يا احلى واغلى متابعين ديالي، كنتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا لا فيديو نتاع اليوم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا لاشين ديالي ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد. تخليوا لي شي لايك وتعليق زوين شجعوني به الى عجبكم لا فيديو نتاع اليوم. بالنسبه للفيديو نتاع اليوم غادي نحضر معكم كيف ما كتشاهدوا في لا فيديو، غادي نحضر معكم الجبن بدون مواد حافظه، كيسهل بزاف واهم من هذا الشيء لذيذ. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وغادي نحضر معكم واحد العشيوه خفيفه مريقه بالدجاج، كتجي لذيذه بزاف وزوينه. الا بغيتوا تعرفوا طريقه التحضير تبعوا الفيديو حتى الاخر. وما تنساوش كما قلت لكم تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوها، وتبارطاجيوها على شعله مع الاهل والاصدقاء ديالكم. دوزوا المقادير على بركه الله وطريقه التحضير. اول حاجه كيف ما كتشوفوا غادي نحضر معكم الجبن. كنحتاج هنايا لترو ديال الحليب، هنا عندي الحليب ديال البقره طبيعي ماشي ديال الحانوت. كيف ما كتشوفوا درتو فوق النار على عافيه مهيله. العشبه اللي وريتكم في الاول كنقولوا ليها حنايا الخرشف، ديك العشبه اللي كتكون في القناريه او القوخ. اللي عندهم عائلتهم في البلاد راه اي واحد راه صراحه كيستعملها، شي حاجه طبيعيه كنعقدوا بها الحليب كتجي زوينه بزاف. كما قلت لكم هنايا عندي يطرو ديال الحليب، كنحتاج هذيك العشبه كنديرها في واحد الزويف هكا. داك الزويف كنكون مغسول يعني ديجا ونقي. صافي كندير له هاد الطريقه هذه في الحليب بالروس ديال صباعي، كنبقى كنمعك فيه والحليب فوق النار. يعني منين غادي نبقاو كنحسوا بالحليب كيحرقنا في يدنا غادي نطفيو عليه، يعني ما غاديش نزيدو نسخنوه بزاف. منين غادي يبقى يحرقنا في يدنا غادي نطفيو عليه وغادي نحيدوها. صافي ملي غادي نطفي عليه غادي نخليه على جنب حتى كيعقد، عاد كنديرو في الثلاجه. كيف ما كتشوفوا هنايا راه طفيت عليه صافي وخليته على جنب كيعقد. هنا غادي ندوز نحضر معكم المريقه. هنايا غادي ندير نص ديال الدجاجه كيف ما كتشوفوا. مريقه بصراحه كتجي خفيفه ولذيذه ومدغمره. انا تشهيت هكا شي حاجه دغميره بحال ديال الدجاج، وصافي قلت علاش لا ما نديروش غير بنص الدجاجه، ماشي ضروري تكون دجاجه. هنا عندي واحد البصله كبيره مشلضه، واحد الفص ديال الثومه مشلض، وعندي القزبر والمعدنوس اللي مقطعين طراف. صافي هنايا غادي نديرهم على ديك نص دجاجه على الدجاج. كيف ما كتشوفوا صراحه جات لذيذه بزاف، جات بنينه. كنتمنى تجربوها على هاد الطريقه هذه، وكل واحد كيفاش كيدير الطريقه ديالو. عندي هنايا الزيت البلديه، مهم ندير زيت البلديه على حسب القياس. كل واحد شنو كيبغي، كاين اللي كيبغي هكا الزيت باينه بزاف وكاين اللي كيبغيها قليله. غادي ندير هنا التوابل، كندير نص معلقه او معلقه صغيره ديال الخرقوم، وكنضيف معلقه ديال السكينجبير. صافي هادو هما التوابل انا اللي كندير في المرقه. ما كنطيبش انا بالبزار، المهم اللي كيستعملوا يقدر يديروا. انايا بصراحه ما بقيتش كنطيب به، مره حيدته ما بقيتش كنستعمله. صافي هنايا كنقلي هذيك الدجاج مع ديك البصيله والتوابل، كنخلطهم وكنقليها مزيان. صافي تما راني زدت واحد جنيوحات كيف ما كتشاهدوا. صافي هنا كنقليها مزيان حتى كتقلى هذيك البصله، كتقلى الدجاج مزيان وكيشرب هذيك التوابل، ديك العطريه اللي ضفنا والربيع والثومه. من بعد كنضيف ليها الماء وكنسد عليها وكنخليها كطيب على عافيه مهيله حتى كطيب لنا المرقه وكيطيب لنا الدجاج. صافي من بعد ما سديت عليها تقريبا هنايا واحد نص ساعه ولا اكثر، واحد شويه على عافيه مهيله. صافي هنا غادي نحيد هذاك الدجاج، غادي نديرو في واحد اللاطه الفران، غادي نديرو غادي يتحمر. وبالنسبه للمرقه اللي بقات كيف ما كتشوفوا راه واخا تبان لكم هكذاك راه مازال غادي نزيد نشربها. غادي نضيف ليها الكبده اللي ديجا كنت سلقاها في الحامض، شويه ديال الملحه كيف ما كتشوفوا. نضيف ليها الكبده هنايا مقطعه طريفات ديجا سلقتها، وغادي نضيفها فوق النار. غادي نرجعها فوق النار، غادي نخليها
كتدغمر ليا هذيك المريقه وضفت الزيتون وشويه ديال الزبيب. كيف ما كتشوفوا صراحه كتجي هاد المريقه معسله وكتجي لذيذه بزاف. المهم كنتمنى تجربوها وخفيفه للسحور هكا في رمضان، كتجي خفيفه بزاف. صافي هنا كندير داك الدجاج كنديرو كيتحمر من بعد ما دهنته بشويه ديال الزيت وشويه ديال التحميره ودرتو كيتحمر، والمرقه درتها فوق النار دغمرات مزيان. كيف ما كتشوفوا جات على هذا الشكل هذا، راه جات معسله وجات لذيذه. المهم جربوها بهذه الطريقه هذه كتجي خفيفه. المهم كيف ما كتشوفوا راه المريقه خاسره ومدغمره جات لذيذه بزاف. كنتمنى تجربوها بهذه الطريقه هذه. صافي هنايا كننزلها هكا على في الطبسيل. اللي بغى يزيد معاها الفريز في التقديم، المهم كتبقى على حسب الاختيار. انا بصراحه درت هكا مريقه خفيفه وبسيطه في نفس الوقت. صافي كنهز الدجاج اللي درته في الفران كما قلت لكم تحمر، كياخذ لينا هذا اللون هذا، جا لذيذ بزاف. صافي وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال المريقه. كتجي على هذا الشكل هذا، جات زوينه بزاف، جات لذيذه. كنتمنى تجربوها. واهم من هذا الشيء هي شي حاجه خفيفه. كيف ما كتعرفوا دابا رمضان كنبغيو هكا شي حاجه خفيفه. هاد المريقه هذه كتجي خفيفه ولذيذه. صافي هنايا قدمتها مع شويه ديال العصير الديسير. صافي كيكون هذا هو الشكل النهائي. المهم كنتمنى تجربوها على الطريقه ديالي. خليو لي في التعليق لتحت كيف جاتكم، كيف جاكم لا فيديو نتاع اليوم. بالنسبه للجبن اللي حضرت معاكم في الاول كيكون هو هذا، من بعد معقد ودرته في الثلاجه برد كيجي على هذا الشكل هذا. المهم شي حاجه طبيعيه بلا مواد حافظه بلا حتى شي حاجه، وكيجي لذيذ بزاف. كنتمنى تجربوه الا كانت عندكم هاد العشبه هذه. المهم حاولوا تسولوا عند العطار الا كانت عنده شريوها. انا بصراحه كتصيفطها ليا ماما من البلاد. كيعجبني بحال ما هكا هاد الحليب نديرو كيعجبني، كيجي صحي وشي حاجه زوينه. المهم جا لذيذ بزاف هكا، شي حاجه خفيفه للسحور وشي حاجه طبيعيه. صافي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الجبن، كيجي زوين. كنتمنى يعجبكم. كنتمنى تخليو لي في التعاليق تقولوا لي كيف جاكم. راه شي حاجه زوينه وطبيعيه. وهنا كنقول لكم نهايه لا فيديو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. عواشركم مبروكه، رمضان كريم. هنا كنقول لكم بسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي مع وصفه جديده.